الهداية يعني بطيئة شوية، بس كانت عن يقين إن شاء الله. وأدعو الله أن أنا أقدر أعملها في كتاب إن شاء الله تكون فيها فايدة للمسلمين ونصارى إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. طب فضيلة الدكتور وديع، حضرتك أكيد سمعت عن المناظرة أو الحوار اللي دار في تلفزيون الحوار ما بين القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير أستاذ الدفاع اللاهوتي والدكتور حنين عبد المسيح. والدكتور حنين أيضا كان شماس في الكنيسة أو واعظ في الكنيسة، وترك الكنيسة بسبب أنه يتهم الكنيسة الأرثوذكسية القبطية بأنها كنيسة وثنية يعبدون البابا شنودة. هل حضرتك اطلعت على هذا، أو ممكن حضرتك نسمع منك شيء بالنسبة لهذا الموضوع؟ اتفضل. السلام عليكم. أنا للأسف لا أتابع الفضائيات لأن وقتي ضيق يعني بين العمل وبين العيادة، حتى أن دخولي على البلتوكة كان متأخر جدا يعني زي ما شفتم من أول مرة أتكلم عن البلتوكة. فالحمد لله يعني نتمنى نتواصل بعد ذلك، لكن أنا لا أتابع المناقشات. والقس طبعا هو مخول من شنودة ان هو يتكلم، وهو كلامه ضعيف جدا يعني. انا قريت كتبه لقيته كلامه ضعيف جدا يعني، ولو يدونا فرصة نرد على الناس دي في كتب ان شاء الله يعني نمسحهم يعني. هم مش فاهمين اي حاجة وبيضحكوا على الناس. انا اتكلمت قبل كده مع يعني اب الاعتراف قبل كده ايام زمان، لما بقول له ازاي الانجيل مكتوب فيه مقدمة والمقدمة دي منشورة على موقعي، بيقول انه تم تغيير كميات رهيبة داخل الانجيل يعني. قال له ايه يعني ما فيهاش مشكلة ابدا. قلت له يعني ده مش وحي؟ قال لا كل واحد بيكتب رأيه يعني. فهل تتخيل هذا الرد من قسيس كبير يعني وكلام من ده؟ وبعدين لما سألته على الاخطاء اللي ظهرت اللي لقاها والدي في الانجيل وكده، وازاي الانجيل فيه اخطاء، قال لي شيء عادي يعني ما فيش مشكلة، ما هم ناس اللي كاتبينه وكده يعني. في استهتار رهيب من جانب القساوسة، هم مش فاهمين حاجة، هم بس السلطان والفلوس والنساء والخمر وما إلى ذلك يعني. استخف قومه فأطعوا. صدق الله العظيم. ففعلا إن شاء الله يعني أتمنى أن تيجي فرصة يناظر واحد زي البسيط ده اللي هو مش أبو خير أبدا يعني، أو إن احنا نرد عليه في كتاب إن شاء الله. لكن كل شيء يعني عليه حرج دلوقتي، ونأمل أن ينفرج الحرج قريبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ دكتور وديع، حضرتك اول مره تدخل البلتوك. طيب ندي خلفيه بسيطه. الاسم الشهره بتاع القس عبد المسيح بسيط في كل البلتوك اسمه الفار بسيط. الفار بسيط هو حتى الاسم النيك نيم بتاعه فار بسيط. فار بسيط لانه يفر من المناظرات. هذا الرجل في البلتوك يمكن من 3 سنين طلبنا منه المناظره رفض، طلبنا منه الحوار رفض، طلبنا حتى النناظره او نحاوره في غرفته رفض، طلبنا ان احنا نناظره في قناه مسيحيه رفض. فهذا يفر من المناظرات يعني. فلذلك اسمه على البلتوك الفار بسيط. اسمه الفار بسيط. تسال واحد في البلتوك يقول لك مسيحي او مسلم. وحضرتك ممكن تعمل الان في الجوجل اكتب الفار بسيط في الجوجل، شوف هيطلع لك كميه رهيبه نتيجه بحث. طيب نرجع للموضوع اللي احنا بنتكلم فيه الله يبارك فيك، في موضوع الكنيسة المصرية. هل هي كنيسة وثنية ولا لا؟ حضرتك احنا قبل كده شغلنا تسجيلات هنا للأنبا يؤنس السكرتير السابق للمجمع المقدس، ويؤكد بالدليل والبرهان بكل فخر ان العقيدة الأرثوذكسية القبطية مأخوذة من عقيدة الوثنيين القدماء المصريين. التسجيلات موجودة وضعناها على المواقع بتاعتنا وموضوع على اليوتيوب. وزي ما قلت حضرتك كان هناك نقاش او حوار او مناظرة ما بين عبد المسيح بسيط والدكتور حنين عبد المسيح. والدكتور حنين ليه كتاب بيأكد ان الكنيسة المصرية كنيسة وثنية ويعبدون البابا شنودة، واستدل على ذلك حضرتك زي ما انت عارف المناسبة الأخيرة دي في قيامة الرب يسوع الله يرحمه بعد ما قام من الموت. نسأل الله سبحانه وتعالى يرحمه ويبشوش الطوبة اللي تحت دماغه. فكانوا عاملين احتفال والبابا شنودة كان في داخل الكنيسة وسجدوا له في الكنيسة، سجدوا له. فكان الرجل يقول السجود لله وحده ودي مكان للعبادة، فكيف يسجدون لإنسان في مكان العبادة؟ فيعني يا ريت نسمع خلفية منك في الموضوع ده، ويا ريت تقول لنا لو مثلا عندك خلفية بالنسبة لأنت كنت شماس في الكنيسة
في موضوع ان هم كنيسة وثنية وبيعبدوا البابا. اتفضل مايك معك. السلام عليكم. اتمنى تكون سامعيني ان شاء الله. اولا الكنيسة من مدخلها لاخرها وثنية، ده غير البابا نفسه يعني البابا قيمة الوثنية، ولكن كل مبنى الكنيسة من اول لاخر وثنية. وفي كتاب نشرت عنه موجز على موقعي اسمه هل العذراء مريم حية ام ميتة، بيحدد الوثنيات اللي داخل الكنيسة واللي داخل العقيدة بطريقة غريبة، واللي كاتبه مسيحي عالم اوروبي اسمه داني فيرا، وانا معلقه لان لخصته واخده من القس جلال دوس، وده مشهور وله موقع مشهور. المهم البابا لازم الكل يسجد له ويحط دماغه للارض. يعني مرة انا افتكر كان كيرلس السادس كنا في الكنيسة والقسيس دخل وكان ظهره فيه ألم فما سجدش للأرض فشخط فيه وقال له اسجد للأرض، لازم دماغه تيجي عند جزمة البابا، أخد بالك؟ وكل ما كبر لازم تكون سجدته أكمل. لدرجة ان البابا بتاع روما ده عليه لعنة الله حاطط على حذائه صليب عشان اللي يوطي كمان يبوس الحذاء، يعني مش كفاية بقى السجود. وحتى ان يعني في كتب عندهم بتقول ان هم استبدلوا تماثيل الامبراطورات بتماثيل سموها تماثيل بطرس، يعني هو تمثال الامبراطور هو اللي حطوه وبقوا يقبلوا قدم التمثال. لكن البابا بيعتبر بيعتبر عندهم هو المسيح نفسه، يعني مش يعني البابا هو شخص المسيح، يعني البابا هو الاله بالعربي عندهم. وما قالوا نافذ في السماوات قبل الارض والكل يخشاه، يعني الكل يخشاه يعني لا احد. وانا ذكرت قصة الراهب اللي حصرت قصته، انه اصدر قرار شنودة ده، قال اول ما جه قال الراهب رفائيل ممنوع من الصلاة 6 شهور، اتمنع من الصلاة، يعني لدرجة ما يقفش هو يصلي حتى لوحده. ما دام البابا قال لي ما يصليش يبقى ما يصليش، هل تتخيل يعني؟ فجاء الراهب صموئيل يومها وزعق له، قال له هل تتخيل ان شيخ الازهر يقدر يقول لحد ما تصليش؟ دول كانوا يعدموه عشان هم بيعبدوا ربنا صح. ده هو بيقول كده الراهب ساعتها، بيقول لصديقه ان عشان المسلمين بيعبدوا ربنا صح واحنا ما بنعبدش ربنا. ده بالنسبه لهم فعلا دي حقيقه، وكانت صدمه غريبه يعني. ما قدامي برضو الكلام ده، كنت ياما لسه طالب في كليه الطب. فالبابا حتى انه بيرتلوا له نفس الالحان اللي يرتلوها للمسيح لما يجلس على عرشه، وسموه عرش يعني الكرسي بتاعه يسموه العرش، اخد بالك؟ نفس المدائح اللي بيقولوها او التراتيل اللي بيقولها للمسيح، منها لحن بيكسترونوس مثلا، يعني كرسيك يا الله الى دار دهور، بيقولوا للبطرك، بيقولوا شخص البطرك ان هو شخص الاله نفسه يعني عندهم، اخد بالك؟ ولازم هو يعني اذا كان موجود في الكنيسة لازم هو اللي يبارك، القسيس ما يباركش حاجة، تتلغي شخصية القساوسة كلهم في وجود البطرك. ومع ذلك هم بيعتبروا البطرك انه اعلى رتبة من تلاميذ المسيح، اخد بالك؟ يعتبروا البطرك اعلى رتبة. يقول لك التلميذ المسيح كان بيجيله الوحي وقت ما يكتب الانجيل، بس البطرك بيجيله الوحي 24 ساعة. فربنا يرحمنا، الحمد لله ربنا رحمنا منهم يعني، وربنا يرحمهم هم كمان ويهديهم ان شاء الله. ونسمع اكتر واكتر عن منكم فوائد كتيرة، لعلنا ان شاء الله تكون في ميزان حسناتكم ان شاء الله يوم القيامة. والسلام عليكم. دكتور بارك الله فيك. انا اريد الله يسعدك في الدنيا والاخره، لان الكلام اللي قلته كلام خطير جدا واول مره نسمعه على البلطوك. الله يبارك فيك ويسعدك. فنرجو تفصيل اكتر، يعني اسهاب في هذا الموضوع بالذات، الموضوع ده مهم جدا جدا. الله يبارك فيك، فيا ريت نسمع منك. الله يبارك فيك في هذا الموضوع. الان حضرتك تاخد المايك لو تفضلت وتتكلم في الموضوع ده باسهاب مهم جدا. الله يبارك فيك. موضوع كيف يعبدون البابا والوثنيات في العقيدة المصرية الأرثوذكسية، لأن حضرتك كنت قمص ومعروف وليك ويب سايت والناس كلها تعرفك، مسلمين ومسيحيين، فأنت حجة عليهم يعني. اتفضل مايك معك. السلام عليكم. إن شاء الله تكونوا سامعيني كلكم. والله الموضوع بقى يعني عشان إذا كنتوا عايزين نتوسع أكتر من كده عايز تحضير يعني. لكن أنت مجرد ما تدخل من باب الكنيسة تجد يعني عاملين 3 أبواب يعني على رمز الثالوث. طبعا الثالوث الفرعوني والثالوث البابلي والثالوث اليوناني والروماني، كل دول كان عندهم ثالوث، ودي كتب يعني مشهورة يعني.
المهم، فتجد تفتح الباب اليمين او اليسار تجد صورة، وامام الصورة شموع، والشموع توقد طبعا بفلوس يعني، مش لعبة كده. وهذه الشموع تستجاب الصلوات بواسطة الشموع، لان الشمعة رمز الثالوث ايضا، يعني كل الحكاية ايه. المهم، فانت يعني كنت بداية ادخل يعني اقول يعني طب متى ندعو الله؟ يعني الان مجرد ما ادخل ادعي مريم مثلا، سورة مريم، ادعي سورة جرجس، اقعد اولع الشمعة وادعي.